أخونا محمد من السعودية يقول أنه ذهب إلى هو واحد الأشخاص إلى مطعم وحلف هو أن يدفع القيمة، ثم الشخص الثاني حلف فوافق أخونا محمد. الآن ما الذي يجب عليه؟ أولا يجب عليه أن يتوب إلى الله من بذله لليمين في غير محلها. اليمين شأنها عظيم ولا تمتهن ببذلها في كل موطن، وقد قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فمن ثم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ابتذال اليمين. والأمر الثاني عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، كل مسكين يعطى نصف صاع من الطعام، ونصف الصاع قرابة الكيلو والنصف أو الثلث من الرز. فهذا هو الواجب عليه، يعطيهم 10 مساكين ولو كانوا من أسرة واحدة. نعم. إذا كان الإنسان محتاجا للصوم هل يجوز له أن يصوم كل يوم مثل الشخص غير المتزوج؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، وقال: لا صام من صام الدهر. وبالتالي فإنه لا يحق للإنسان أن يصوم صياما دائما بهذا السبب، وإنما يكتفي على ما ورد من صيام يوم وإفطار يوم، فهو أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام.